مساء الخير على حضراتكم. اولا قبل ما اخش في الاخبار اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، اللعيبه اللي بتلعب باسم مصر وبتاخد الملايين دي ما يتفرجوش على منتخب فلسطين رغم الظروف اللي كانوا موجودين فيها منتخب فلسطين والشعب الفلسطيني العظيم اللي كلنا بنفتخر بيه. لاعبتنا يا ريت تتفرج على المنتخب الفلسطيني واللي عملوه، رغم ان المنتخب الفلسطيني خرج من البطوله العربيه للمنتخبات، بس انا عايز لاعبتنا العظيمه اللي بتاخد ملايين تبص على المنتخب الفلسطيني كقدوه ليهم مش اكتر. اخر تطورات ملف اليو ديانج مع النادي الاهلي. الاهلي يسعى بقوه ولم يغلق الباب حتى الان. اللعيبه اللي على رادار النادي الاهلي: علي علوان هداف كاس العرب ب3 اهداف، حامد حمدان لاعب بتروجيت على رادار النادي الاهلي، تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات. حسين الشحات النينجا اللي انجز النادي الاهلي بكاس السوبر امام نادي الزمالك، جدد عقده 3 سنوات مع النادي الاهلي. اللعيبه المستبعده عن النادي الاهلي في يناير: جريداشار لاعب سلوفيني، اشرف داري اللاعب المغربي، مدافع عالمي اشرف داري وكان مع المنتخب المغرب في كاس العالم اللي شرفنا في كاس العالم اللي فات. اخبار نادي الزمالك: ازمه محمود بنتايج مع نادي الزمالك، اللاعب يهدد بفسخ العقد مع نادي الزمالك بسبب المستحقات الماليه، والزمالك يرد بالفسخ غير قانوني وجري العمل لحل الازمه. حتى الان لا يوجد تطورات رسميه جديده بخصوص ارض نادي الزمالك، والمجلس يواصل التحركات القانونيه. ازمه لاعبنا ولاعب منتخب مصر محمد صلاح مع الليفر، هل سروب هيفضل في نفس المشكله؟ وهل مجلس اداره الليفر هيسيبوا محمد صلاح بالازمه اللي موجود فيها حاليا؟ محمد صلاح اللي كان من ضمن 3 افضل لعيبه على مستوى العالم، يحصل فيه كده؟ اي نادي في العالم يتمنى محمد صلاح يلعب باسمه. نتمنى الليفر يتعامل مع لاعبنا الكبير محمد صلاح افضل من كده، ونتمنى لمنتخبنا الوطني في افريقيا باذن الله ما يكونش ادائنا كمشرف وخلاص، احنا رايحين ناخد البطوله. اللعيبه الكبيره اللي موجوده بقياده الكابتن حسام حسن، والفتره اللي نتمنى كلنا بجد الشعب المصري يتمنى ان منتخبنا ياخد البطوله بعد استبعاد من 7 سنوات البطوله لم تتم داخل القاره. كان مع حضراتكم سيد الطويل.